ظهور العيلة بعد غياب بحفلة قوية جدا. حفلة عيد ميلاد محمد، والأهم كمان ريماس. بحضور مين يا ترى؟ هنقول لكم في الفيديو ده. معرفش انتوا خدتوا بالكم ولا لأ، ونفس الشخصية اللي كانت موجودة معاهم قبل كده في بعض الفيديوهات. يا ترى مين؟ هقول لكم كل حاجة. لو خدنا بالنا وانتبهنا ان في فيديوهات كان اولها الحفلة اللي حسن راح حضرها، وكان ظهور بنت معاه بجانب نيرة. البنت حاضرة الحفلة ليه؟ الدبلة في ايد حسن ليه؟ حير حسن كتير من المتابعين، بدايتهم من قلع الدبلة، وحير الناس ويا حسن قلع الدبلة وحسن جاب الدبلة وصار موضوع كبير جدا. وناس كتير اجتهدت ان حسن خلاص فركش خطوبته مع اسراء والموضوع انتهى. نيجي بقى للمفاجأة ان حسن لبس الدبلة، ظهور البنت اكتر من مرة، كمان حضور الحفلة ميرفت خطيبة محمد حوارات. اخبار جميلة وجيدة، هنعرض لكم الاحداث اللي في اللي خد باله منها وفي اللي ما خدش باله، وطبعا كانت مقصودة اللقطة اللي اتعملت. تعالوا نخش في تفاصيل الفيديو على طول يا احلى ناس في الدنيا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الحبيب المصطفى أشرف الخلق سيدنا محمد، وعلى نهج الحق وكلمة الحق دائما مجتمعين ودائما مستمرين بحبكم ودعمكم يا أحلى ناس في الدنيا. صبحكم الله بالخير ومساكم بألف خير. بصبح على أخواتي وحبايبي وأحلى ناس اللي دايما بيصبحوا عليا، كل حد باسمه عشان ما انساش حد. كلكم عزاز على قلبي، إخوات وأهل وسند. بحبكم اكتر من يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس يعني بحبكم قوي قوي قوي. صلوا على سيدنا الحبيب، واللي لسه ما نورناش بالاشتراك في القناه الصغيره بتاعتنا عشان نبقى جمهوريه ان شاء الله بيكم، ينورنا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلوا الفيديوهات اول باول اول ما ننزلها على طول. واللي حابب يوصلوا الفيديوهات قبل ما ننزلها كمان ينتسب للقناه، الفيديوهات هتوصله قبل ما تنزل كمان. وما تنسوش اللايك بقى ودعمكم في الكومنتات. شكرا لكل اللي واقفين معايا في ظهري سند ودعم دايما بالخير، محبة في الله وأخوية. تعالوا بقى للخبر النهاردة بعد غياب، واللي كان فيه شيء من بصراحة الجدل. العيلة بتغيب ليه؟ ما كانش متوقع غيابهم، مش متعودين المتابعين على كده. فوجئونا بقى بعد ما اعلنوا عيد ميلاد محمد. هم فكروا فكرة رائعة جدا جدا، واللي دايما معتاد عليها الاغلبيه العظمى مننا لما يكون عنده اتنين عيد ميلاد بعد ورا بعض، مثلا فرق ايام فرق اسبوع، فيجمعوا الاتنين مع بعض وتبقى الحفله واحده، منها تبقى حفله كبيره وفي نفس الوقت برضو تخف تكلفتها. عملوا حفله احتفاليه بالرماس، جمعوا الاولاد كلهم، كانت حفله رائعه جدا. الاضاءه بس كان اللون الاصفر ده واخد الجو شويه، بس كان مدي جو جميل بصراحه. يحيى اللي كان بيصور وقام جاي واخد لقطة كده على البنوتة اللي موجودة معاهم، وكمان حاول يظهر ميرفت، وده بيأكد على ان في اخبار سارة قريبا جدا جدا، وان حسن بدأ ياخد خطوة ايجابية في حياته. وكمان محمد خلاص الفرح على الابواب، فرحة في العيلة. ممكن يكون ده سبب بعدهم الرئيسي عن اليوتيوب، بالذات ان في ترتيبات بتبقى محتاجة الواحد يعملها في خلال الفترة دي، ان كانت خطوبة او جواز. ان كان الجواز كل واحد بيرتب روتينه وحياته لليوم للحياة اللي بادئة جديدة، والترتيبات اللي هيخش عليها والحياة اللي هتتبدل. وان كانت خطوبة برضو نفس النظام. بس يحيى كان بيأكد وعمل اللقطة ديت عشان يثبت للناس ان في بنت موجودة مش تبع العيلة، دي فرد جديد منور العيلة. مرحبا بك في العيلة الجمهورية الجميلة، بنحبكم كلكم طبعا، ونحب كل اللي يخش عليكم اخوات وسند زيادة عليكم، ان كان طفل ولا كبير ولا غيره. البنت دي مين؟ طبعا وبعد ما طلعت تيتا ووجهت ان في تواصل معاها، وكمان قالت ان في مشروع خطوبة لحسن، البنت دي ظهرت اكتر من مرة معاهم في بعض الفيديوهات وبعض الاماكن،
وكان منها الفيديو اللي ظهر حسن فيه وكان بيتكلم في المول اللي كان فيه الافتتاح بتاع اسلام سعد. البنت ظهرت وكان في جدل كبير، مين البنت دي؟ طب ليه واقفه معاهم؟ طب ليه كده؟ طب ليه كده؟ اكيد دي خطيبه حسن. كان في ردود افعال كتير جدا وتوقعات اكتر واكتر، بس كل الناس تقريبا محدش حب يجتهد زياده عن اللازم عشان نستنى الحدث. راحت ايام وتعالي ايام وروحي ايام، والبنت بدأت تظهر معاهم في بعض الفيديوهات كتير جدا في بعض اللقطات السريعة. وانا واثق مليون في المية ان يحيى وهو بيصور كان يقصد يجيب اللقطة ديت عشان خاطر يوجه رسالة للمتابعين ويثير الجدل. كمان حسن مش المعتاد ان دايما تكون ايده هي اللي في وش الكاميرا، كان بيتكلم ومش دوما بيشوح بايده قدام الكاميرا. المرة دي في الفيديو اللي عرضه بتاع الحفلة حسن اللي بدأ المقدمة، وكان طول المقدمة عمال يشوح بايده كده. يعني ايه؟ انا اهو في دبلة اهو خدتوا بالكم؟ انا قلعت الدبلة، خدتوا بالكم؟ تاخدوا بالكم بقى اما البسها. هو ده الكلام. وكان فعلا كلنا خدنا بالنا من الدبلة لبسها، بس اغلبيتنا وانا واحد منهم ما حبناش نجتهد ونستنى اللقطة اللي تأكد على الكلام وتكون مين وايه الفكرة في حكاية لبسة الدبلة الجديدة. هل فعلا في مشروع خطوبة ولا لا؟ بس واضح كده ان الموضوع بقى مشروع خطوبة. وكمان المفاجأة كانت حضور ميرفت في الحفلة. بس الغريب بالنسبة لمحمد ان ميرفت ما زالت مش حابة تطلع قدام الكاميرا، مش حابة تكون لها ظهور مميز على القناة. بتظهر بصوتها واحيانا ما بتحبش تظهر خالص. هل يا ترى هتبقى ميرفت هتظل حتى بعد الجواز كده؟ دي هنعرفه قدام. لكن الخطوة الإيجابية اللي شكله كده الموضوع واخد على الجد إن حسن واخد خطوة إيجابية على البنوتة العسل الجميلة اللي كانت معاهم. أنا مش بعاكس والله يعني، بس هي شكلها عسولة وشكلها هادي، وكانت فرحانة معاهم بالاحتفال. شاركتهم في الاحتفال يبقى معنى كده بقت فرد من العيلة، لأن العيلة مش أي حد بتدخله معاها حتى لو كان بيحبهم. العيلة قافلة على نفسها، قافلة عليها بابها. فكده الموضوع بقى ايه؟ واخد محمل ان طالما البنت بدأت تظهر معاهم يبقى كده بقت فرد من العيلة، بقى في حد جديد، فرد جديد. والظاهر كده انها من محب الكاميرا ومحب التصوير، وهيبقى في فرد جديد في العيلة، وهيبقى في تشويق وإثارة الأيام اللي جاية دي والفترة اللي جاية. نقول لحسن ألف مبروك على إن أنت لبست الدبلة، وخبر جميل، ومنتظرين الفرحة الكبيرة. ونتمنى بقى إن أنت تعملوها مرة وتعزموا الناس كلها عشان نيجي لكم ونبارك لكم ونعمل معاكم الصحة والواجب. ألف مبروك لحسن وبشرة خير. وطبعا تلميح كتير جدا في الفيديوهات الأخيرة إن حسن خطب، وظهور البنت دي بيأكد على الكلام، ولبس حسن الدبلة بيأكد على الكلام أكتر وأكتر. هننتظر بقى التصريح الرسمي من حسن عشان نفرح له كلنا، ويبقى الفرحة فرحتين، محمد وميرفت وحسن والبنوتة الجديدة. أنا في حد بعت لي اسمها بس عايز استنى ما هم يقولوه علشان ما يبقاش تسرعنا وخدنا المقولة من اي حد مش متأكد منها. لا، احنا خلينا نمشي على الوتيرة اللي احنا متأكدين منها. انتظروا الاخبار سارة، ونقول عيد ميلاد سعيد يا رماس، عيد ميلاد سعيد يا محمد. ألف مليون مبروك يا حسن. نتمنى لكم الفرحة من القلب، ربنا يسعدكم. ومنتظرين بقى الفيديوهات اللي جايه الجامده، وكمان الفيديو اللي هينزل بعد كده فيديو الهدايا، واللي حسن مخبي فيه هديه جامده جدا لرماس. انتظروا كل جديد، ربنا يفرحنا ويفرحكم بدعمكم اكيد مستمرين. ونتمنى بقى لايكات واشتراكات واديها بقى وتشجيع من النور.